رمضان مبارك عليكم جميعا. مشكلة كبيرة قوي، في واحد صاحبي ما بيتسحرش ابدا، يقعد يلبخ في الاكل من بعد الفطار لغاية نص الليل، وبينام الساعة 1 ولا 2، فطبعا ما بيعرفش يصحى يتسحر قبل الفجر. فلما بيصحى بقى على الظهر يقعد يزعق وقال ايه متعصب انه ما تسحرش. بعيدا ان القصة واقعية او لا، انا جاي اقول تصحروا فان في السحور بركة. وقت السحور هو قبل اذان الفجر بساعة او ساعتين تقريبا، وفي السحور بركة عشان حاجات كتير، منها التقوى على العبادة. لأن لو أنت ما اتسحرتش هتجوع بدري، فهتتعب، فهتكسل تقوم بالفروض وواجبات رمضان، زي إنك تصلي أو تقرأ قرآن أو تذكر ربنا. وبرضه في السحور بركة عشان ضبط النفس، لأن لو أنت ما اتسحرتش هتجوع، فهتتعصب، فهتتخانق مع اللي يجي قدام. وطبعا احنا كده عرفنا فقرة الخناقات اليومية المعتادة اللي بتحصل قبل المغرب بنص ساعة دي بتحصل ليه. زي ما قلنا وقت السحور هو قبل أذان الفجر بساعة أو ساعتين تقريبا، ودي من مميزات السحور، هي إنك تكون صاحي وقت الصلاة. أهم ميزة بقى هي إنك بتعمل بسنة النبي، ودي كانت سنة السحور. فأحي سنة النبي واعمل شير عشان غيرك استفاد بسنن أكتر، وليك أجر كل من عمل بها. وأخيرا ما توقفش الصلاة على النبي.